فارس من السعودية. نعم تفضل. وعليك السلام. عليكم. وعليك السلام يا فارس. الله يمسيك بالخير يا شيخ. آمين يا أخي الحبيب. ويطول عمرك ويحفظك ويخليك لنا. آمين بالطاعة إن شاء الله. الموضوع طيب وأنت طيب، لكن أنا يا شيخ في مشكلة. هي. الله يا شيخ إني في مشكلة كبيرة. زين. أنا طال عمرك تزوجت مرة. هي. وقلت هذه أشوفها. هي. شفتها؟ وقالوا أبشر. هي ويمها. هي. شفتها يومها؟ لا لا هي ملمعة يا شيخ، ذا الزين وذا اليدين وذا الرموش، وعجبتني وقلت وافقت. زين. ودفعنا المهر وخذيتها ودخلت عليها وامسين يوم اصبحنا ما عرفتها يا شيخ. الرموش لحد بهرموش، واليدين ما به يجري، والشعر نصه ما عاد ورثي، ولا عرفتها يا شيخ الا بصوتها. انضحك عليك يعني. يضحك عليه. الله يعطيك العافية. ولا عندي يا شيخ انت اول واحد ضحك علي. شو اسوي؟ انا اسمع انا الحين ما الوم الشباب. المصيبه يا شيخ اني تارك بنات عمي وربعي واللي عندي، قلت انا بروح اجيب مسكته. زين. وليت ابو زيد ما غزا. اسمع شو اقول له؟ اسمع يا فارس. انت اسمع يا شيخ. الحين الحريم والله اني في ورطه، اني في ورطه. اسمع جعل ابوك في الجنه. وانا موعد ان اخواتي واهلي بيشوفون هالنزيون زينا جايين بهم ما دحلوهم. زين. انت اسمع يا شيخ. الحين يا شيخ انا وش اسوي؟ والصبغه ذي وش مصيبتها؟ والحين الحريم اسمع فارس، العين يقدرون يغيرون لونها. شو يسموه في الانجليزي هذا العين اللي لينسز؟ شفت الشباب عندي ما شاء الله خبره. ثاني شيء رموش هذه تقدر تطولها. الشعر الشعر تحصل شعرها لين الارض وصلات. والله يا نص يا شيخ انه في فراشنا. ثاني حاجه والله ما عرفتها الا من الصباح من صوتها. ابو سنتي انت خذيت. ابو سنتي انا خذيت. ابو سنتي انا بسميها يدي. انت لا على البصمه انا وين اروح يا شيخ؟ اسمع بعد الان اصبحت المراه قادره على ان تبيض وجهها وبشرتها، فالله يعين الشباب يعني. هو حلال. انا والله ما عاد علي منها ولا علي من انا عندي اختي يا شيخ سليطه اللسان تفضحني. هي بعد يا شيخ سليطه اللسان. ما جيت بها ولا اقول بتقول ابغى اشوف مرتك واسلم عليها يا شيخ. والله اني في ورطتين يا شيخ. زين انت وش الحل برايك؟ والله الحل ما ضاعت ابوتي يا شيخ. طلاق يعني؟ فكرتي ضاعت والله ما ادري يا شيخ. والله انا ما ادري وش الحل يا شيخ. عسى الله ان يجعل بينك وبينها موده. لا ما عندنا موده يا شيخ. ما في موده. مستحيل. يا شيخ انا غزيت وبجيب مسكته وقلت انا لقيت مرة واهلها والله طيبين ورجال ونعم. سمعت يا شيخ، لكن السلعة بارت يا شيخ، وانا عاد علي من الخسارة والاهل والعائلة يقولوا بيشوف. اسمع فارس، كم متزوج انت؟ كم سنة؟ ما لي الا اسبوع يا شيخ. تكفى يا شيخ. والله يا شيخ انت تضحك. شو اسوي؟ الله يهديك. يعني انت تريد مني اعطيك حل؟ والله يا تكفى. انا ما حد علي من الخساره يا شيخ. لا اسمع خسرنا ورطنا ولا نبي كاسرين قلبها ولا نبي. لا تكسر قلبها. هي المشكله انت غلطت من الاول. ليه ما طرشت الوالده تشوفها؟ انا شفتها. ليه ما طرشت الوالده؟ الحريم يفهمون على بعض. لا ما ابغى حد يشوفها. لا انا بجيب مسكته. انا شفتها اليدين والله يا شيخ. ضحكت عليك. اليدين الاصابع عندك تقول مراسم مبريه، وذرها اظافرين مركبينه، والعيون يا شيخ انت تستوحي مني يا شيخ. والعيون يا شيخ الرموش الكبار، والعيون والساع، والشعر والله انه ذا ركبتها وطول. ويا معاي لا هيك صايره ولا الشعر ما عاد شعر، ولا الاصابع ذيك الزين اللي كانت خبر ما عاد اصابع. وين رايح وين جاي؟ والرموش ما عاد برموش، والعوانات اصغر. ابوك انا بيشوف انا اخواتي بيشوف. انا وين اروح يا شيخ؟ والله انا ما اعرف وين تروح. انا اقول انت انا ادري شو تريد مني. انت تريد مني اقول طلق. انا ما اقول الكلمه لو شو.
أنا أقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي الآخر. أنا أقول هو أنا مطلق والله أني مطلق، لكن هو شغلهم مطلق يعني ها؟ إيه من جاي ضابط الناس يا شيخ، لكن هو عليه حرام يا شيخ. اسمع فارس، نخلي هذه تحت الهواء دخيلك. الحين ياخذون الناس، في ناس تصيد تاخذ فتوى، انظر وسيم ماذا قال وماذا حرض وماذا فعل وماذا. انا والله ما انا ما ادري من ماخذها ولا بخليها، هذا شيء بيني وبين الله. ايه صحيح. هل انا استشيرك لحاجه؟ هل الغش ذا والرموش لا ما يجوز لا هي آثمة والصبغه اللي يحطونها هذا ما يجوز. هل هو يعني لا على غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يتبع اسمع ولا لو كان اللي يكون اسمع فارس مسكين هذا فارس. النبي صلى الله عليه وسلم لبيك طول لي عمرك تلبى في الكعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأنصار انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم دله على وجود مرض علة، فمن السنة الأصل بالمرأة أن إذا رآها الخاطب أن تخرج كما هي، يعني بلا تزييف. فما يفعله بعض النساء الآن هو خداع للخاطب، فأنت خدعت، علمت، أنت أردت الجمال، هذا حقك شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع منها لجمالها. أنا حقي الشرعي أنا أتزوج لأجل الجمال، فلما أصبحت الصبح ولا هذه يا أخوي علمت ما غير ابوها يا شيخ. هو اكبر صدقت يا وجه عز الله صاد. فأنت الآن بالخيار، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله يستر عليها، الله يستر عليها ويكفي، سامحهم الله سامحهم الله. هو الغش ما يصلح لا في زوجه ولا في غيره. اي والله والله ودي انها عرجاء وجهها زين. عندي اختي عندي اختي يا شيخ صديقه والله تفضحني. رحت وجيت بنا زي انا باردها ما هي بسبب اختي بقوم سخنه. الله يعين يا شيخ. آمين. شكرا. يرحم والديك. يرحم والديك.